ومين فينا ما فكرتش تاكل جوزها الاولاني؟ كنت عملتها من الاول بس طعمه يقرف. بقولك ايه، هاتيلي الطويل الهلفوت ده، همشيه على عجين ما يلخبطوش. قشطه، خدي الكارت بتاعي اهو. يا خبر ابيض، هو اللي انا شايفاه ده بجد؟ أليستر انت فين يا راجل؟ المكان هنا انطفى من غير طلتك وخفة دمك. اوه، مين اللي معاك دي؟ جرى ايه يا أليستر؟ دي لسه صغيرة خالص. انا بهزر، انا عارفة ان مالكش في الجواز. او بعدين جرى ايه يا سيدي؟ مش هتعرفنا ببعض ولا ايه؟ طبعا تشارلي، احب اعرفك بروزي، الطف وارق واخطر اوفرلورد في الحتة دي كلها. لسانك بينقط سكر. وروزي يشرفني اني اقدم لك الاميرة تشارلي مورنينج ستار، بنت الملك ووريثة العرش الملكي كمان. أهلا وسهلا. يا حلاوة، دي مفاجأة ملكية بجد. البيت بيتك. تحبي تاكلي حاجة؟ أكيد عندي رجل مركونة هنا ولا هنا. يا خبتي، بنوتة رقيقة زيك أكيد بتعمل دايت وكده. تحبي تجربي الصوابع المقرمشة؟ لا شكرا بجد، تسلمي. يا خلاص يا ناس، منتهى الذوق. اتعلم منها شوية يا أليستر. عادي. قولي بقى لطنط روزي أقدر أخدمك بإيه؟ بقولك إيه يا أليستر، أنا واقعة في حتة لقطة، واحد معاه بتاع 8 محلات وما عندوش حد يحميها. لقمة طرية ومصلحة لينا يا صاحبي. تسلمي على العرض المغري ده، بس احنا هنا الغرض تاني خالص. ما تشوقنيش، أنا ورايا مشاغل ما بتخلصش. طيب زي ما انتي عارفة، موضوع التطهير هيبدأ، وهيبقى كمان شهر، وهيبدأوا بيا وبالفندق بتاعي وبصحابي، وأنا محتاجين مساعدتك، او بالاخص الناس بتوعك، عشان نصد الهجوم ده. واو، لما تطلبي طلب بتطلبي المستحيل يا أميرة. استني، ما تبوزيش كده. أنا ما قلتش مش هساعد، بس أكيد الخطة فيها حاجة تانية غير شوية أكلين لحوم بشر من غير أسلحة. اطمني، ناسك مش هيبقوا غلابة لما نخلص معاهم، وكمان في الآخر هيملوا بطنهم على الآخر. ماشي، لو كده يبقى أنا معاكي ليلة. بجد. أعمل إيه؟ دخلتي قلبي يا بت وعجبني إصرارك، وأليستر طول عمره كلمته واحدة معايا. شكرا جدا.